النهاردة بقى هنعمل شوية كشري عظمة. استحالة هتاكليه برا تاني واستحالة هتجيبيه من برا تاني. هتعمليه في البيت سهل جدا جدا وبطريقة بسيطة جدا، وهنعمله في حلة واحدة. وهقولك ازاي تعملي المكرونة مع الكشري في حلة واحدة، وازاي تعملي الشطة الزيت والحمص، وازاي كمان تعملي صلصة المحلات او صلصة الكشري الجاهز اللي بنشتريها. هقولك كمان ازاي تطلعي التقلية ناجحة 1000000% وتكون مقرمشة ولونها ذهبي وحلو كده، وكمان طعمها حكاية. اعملي لايك للفيديو ويلا نقول بسم الله. اول حاجة هشتريها العدس، او اول حاجة هبتدي بيها هي العدس بتاع الكشري. لما تيجي تشتري العدس يعني الافضل ان انت تشتري الحباية الرفيعة او الحباية الصغيرة البلدي بتاعتنا. دي بتفرق جدا في طعم الكشري وحقيقي بتخلي الكشري في حتة تاني. انا غسلت الكشري بتاعي او سوري غسلت العدس بتاعي كويس جدا، وضفت عليه مية. لو مش مستعجلة هسيبه منقوع ساعة، لكن لو مستعجلة هولع الشعلة بتاعتي يغلي بس 3 دقايق بالظبط، وهبتدي اصفي العدس واغسله كويس من المية بتاعته. تاني حاجة هبتدي اجهزها وهي الحمص برضو لما نيجي نشتري الحباية الرفيعة، بتكون افضل في الطعم وفي السوى واحلى كتير من الحباية الكبيرة. انا غسلت الحمص بتاعي وكنت نقعيه قبلها بساعة. هبتدي بقى اصفي منه، وكنت صفيت منه المية اصلا اللي كنت نقعاه فيها، وضفت عليها كمان بصلاية ومعلقة توم مفروم ومعلقة كمان من الكمون. بس هي دي توابل الحمص. هاخد الحمص على نار هادية جدا وهسيبه يستوي براحته. هبتدي بقى اجهز الكشري بتاعي. اول حاجة هبتدي اجهزها وهي التقلية. انا معايا 3 بصلات كبار، قطعتهم طبعا او قشرتهم وغسلتهم، وهبتدي اقطعهم جوليان رفيع كده. كمية البصل انت بقى بتحدديها، لو حابة التقلية زيادة انت بتزوديها زي ما انت حابة. ولكن انا كنت مستخدمة في الوصفة بتاعتي النهاردة، يعني كنت مستخدمة 500 جرام من كل حاجة، يعني نص كيلو رز، نص كيلو عدس، نص كيلو مكرونة، في حلة كبيرة. وهضيف فيها كمية زيت معتبرة، يعني هضيف زيت كفاية، لان هاخد باقي الزيت وهقولك هنعمل بيه ايه. بعد ما نحمر البصل هقولك باقي الزيت هنعمل بيه ايه. دي بقى التركية اللي بتخلي البصل معايا مقرمش ولونه حلو وطعمه كمان حلو جدا، وهي معلقة الملح الابيض. هضيف معلقة ملح كبيرة على البصل. اول ما لما انزل في الزيت هضيف معلقة ملح كبيرة. هقلب لحد ما يطلع بقى باللون الذهبي الحلو ده، وهصفيه من الزيت تماما. عايزة اقولك بقى مقرمش جدا ولونه حلو كمان، طعمه حلو جدا، ملحه معتدل وفي نسبة ملوحة حلوة كده، بتدي طعم حلو قوي. الزيت اللي صفيته بتاع البصل انا مش هرميه، هستخدمه في باقي المكونات بتاعة الكشري. يعني اول حاجة استخدمت شوية منه في الشعرية. هبتدي اقلب الشعرية لحد ما توصل للون الذهبي القمر ده. العدس بتاعي طبعا انا كنت مصفياه كويس، هاخده على الشعرية وهقلبه تقلبتين كده ولا حاجة. وبعدين هبتدي اضيف بقى الرز بتاعي، طبعا كنت غسلاه ومتصفي كويس جدا. انا كنت مستخدمة 500 جرام او نص كيلو من كل حاجة. انت بقى تقدري تزودي الكمية تقللي الكمية على حسب انت حابة قد ايه. ضفت كمان شوية من البصل اللي كنت محمراه. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس. وبعدين هضيف الملح بتاعي وكمون، وضفت كمان مكعب مرق الدجاج، بيفرق جدا في طعم الكشري. جربيها وقوليلي ايه رأيك. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. وبعدين هبتدي اضيف المية بتاعتي واظبط الملح، يعني ادوق كده لو محتاج ملح، ملحه كفاية.
اظبط الملح بتاعي. ودي خطوة اساسية لازم نعملها قبل ما نضيف المكرونة، لان لو ضفنا المكرونة مش هنعرف ندوق المية بتاعتنا او الكشري بتاعنا ملحه ايه. مية الكشري بتكون مستواها اعلى شوية بسنتي كده او سنتي ونص. هبتدي بقى اكسر المكرونة بتاعتي الاسباجيتي واضيفها كده فوق الوش، ومكرونة كمان رفيعة. انا بحب استخدم مع الكشري مكرونة رفيعة ومكرونة سباجيتي، تقدري تستخدمي اي حاجة انت حباها. تعالوا بقى نشوف الحمص. الحمص كان استوى، هشيل منه البصلاية. هضيف كوبايتين من عصير الطماطم مضروبة عادي جدا في الخلاط ومصفياها. هضيفها على الحمص، وهضيف كمان المية، وهضيف ملح وكمون، وهظبط الملح بتاعه. هسيبه بقى يغلي 5 دقايق كمان كده بالصلصة او بالطماطم اللي ضفتها، وهطفي عليه. الكشري بتاعي بقى كان استوى. كنت عايزه اقولك كمان ان انا ضفت معلقتين من زيت البصل على المكرونه، وغطيته لحد ما ابتدى يتشرب كده، ورحت وطيت عليه النار خالص او هديت عليه النار تماما. استوى وطلع مفلفل كده وقمر زي ما انت شايفين. عايزه اقولك ريحته كانت قلب البيت، وطعمه كان جنان. مفيش بقى ال200 حله اللي بنستخدمهم في الكشري ولا الكلام ده كله. تعالي بقى نعمل صلصه الكشري اللي هتكون زي الجاهزة بالظبط. معلقة توم مفروم في شوية زيت برضو من اللي قالين فيه البصل او محمرين فيه البصل. ضفت شوية زيت وعليهم معلقة توم مفروم. هقلب فيه شوية كده لحد ما سوري التوم لونه يبتدي يصفر. مش هحمر التوم قوي او اخلي لونه يحمر، هو يدوب يغير لون بس. ضفت كمان عليه نص كوباية خل او ربع كوباية خل. وضفت كمان عصير الطماطم. انا كنت غسل الطماطم كويس وضربها في الخلاط ومصفياها كمان كويس. هضيف بقى ملح وكمون وهسيبها بالظبط 5 دقايق على النار. صلصة الكشري مش بتتسبك، بتغلي غلوتين بس وبطفي عليها. يلا بقى نعمل الشطة. الزيت بتاعي برضو بتاع البصل خدت منه شوية، وهم كانوا اخر شوية خلاص. ضفت عليهم الشطة، وكانت حوالي 3 معالق كبار من الشطة. هقلبهم على النار كده، على نار متوسطة، لحد ما الشطة بتاعتي تبتدي تغلي كده في الزيت. بس كده، وكانت خلصت شطة الزيت بتاعت الكشري. الكشري بتاعي كان استوى، وانا كده كنت خلصت كل المكونات بتاعت الكشري. شايفين مفلفل ازاي؟ ريحته كانت قمر، وطعمه حرفيا كان قمرين. جربيه بطريقتي ومش هتندمي. حرفيا هتدمني الوصفة دي، او هتدمني الطريقة بتاعت الكشري دي. مفيش بقى ال17 حلة اللي بنستخدمهم، ولا كل الدربكة بقى والمواعين والكلام ده كله. هبتدي بقى ازين الطبق كده، وحطيت كشري من تحت وعليه الحمص والتقلية والعدس. وكده كنت خلصت الكشري بتاعي، وجربيه وان شاء الله هيعجبك. وطبعا ما تنسيش تكتبيلي في التعليقات، وما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. ولو اول مرة تنوريني في القناة، اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ما تنسيش الاشتراك، واستنوني في حلقة جديدة ووصفة جديدة، واشوفكم على خير يا رب. باي باي.